اسبوع جديد وطلعت اسبوع جديده، وطلعت الاسبوع ده اول مطعم فاست فود بيقدم لحم نعام في مصر. ريد جوت عاملين منيو جديد اسمه بريميوم منيو، وعاملين فيه لحم نعام جديد، وانا عمري في حياتي ما جربت لحم النعام قبل كده. كنت هجيبه مع اجدد اكل في مصر، بس قلت لا ده يبقى لوحده، فطلبت منيو النعام بتاعهم كله، وطلبت السندوتشات الجديده اللي نزلوها كمان عشان اجيب لكم خلاصه الخلاصه. والاسعار هتحط كلها النهارده شامله الضريبه والدفع عليها التوصيل بس. لو عجبتكم الطلعه ما تنسوش لايك القمر، ولو مش عايزين سبسكرايب لو سمحتوا تعملوا سبسكرايب. طب من غير رغي كتير يلا بينا. يلا بينا. ده البريميوم منيو الجديد، لحم النعام. دي سلطه الكول سنتر بعالي اللي دي احنا بنعملها جامده قوي، لازم تجربها. فقلت على الله 5 سندوتشات، وجايبين شوكه للسلطه، جلافز، مناديل، وشوكه كمان. دول الخمس سندوتشات الجديده، ودي السلطه اللي قال لي عليها. نبدا بالسلطه. دي ريد جوت سالاد، بتبقى عباره عن ذره حلوه مع كرومب احمر وبصل متقطع. نبدا بالريد جوت سالاد. يا جدعان ده كلام ايه البدايه دي بس؟ اللي مبوظ الطعم وضربه خالص البصل، لا وقته ولا مكانه ولا ليه وجود. الصراحه الذره الحلوه بتبقى مسكره سنه فيتحط معاها كرومب احمر ماشي، انما يتحط بصل، البصل عنيف وشخصيته قويه، ضيع لي طعم الذره الحلوه خالص وخلاها كرفت. عارف لما تبقى الحاجه كرفه بصل؟ تاني اخد معلقه تاني؟ لا البصل ده لازم يتشال. طب اخد معلقه من غير بصل، يعني احاول ما يخليش فيها بصل خالص. البصل كده اهو، مش فيها بصل، مش عايزينها جايه بصل. يا اخي الدوره كارفه بصل، لا وحشه قوي 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 قوي. نخش على منيو لحم النعام بقى، ونبدا باول واحد، انجز فيلي اوستريتش. اوستريتش اللي هو النعام ده بيبقى قطع لحم ستيك نعام مع مشروم فريش وجبنه موتزاريلا وجبنه شيدر وقطعه زبده وبصل وفلفل اخضر في عيش بالبطاطس. دي اول مره في حياتي اكل لحم النعام، عمري ما دقته قبل كده وما اعرفش طعمه ايه خالص. بسم الله. لا والله حلو. النعامه الكائن العبيط ده اللي هي بتمشي تجري بتاعت محمد هنيدي دي، اللحمه حلوه قوي قوي قوي. لحمه عريضه فقوامها حلو، وطعم اللحمه فيها واضح، يعني انك بتاكل لحمه ده واضح، والعضه بتاعتها واضحه جدا. الجبنه اللي معاها حلوه جدا، حاطين معاها مشروم فريش، صوص المشروم كمان جميل، الفلفل الاخضر اضافه حلوه جدا، حبه البصل بقى والحرشنه. لا لحمه جميله جميله جميله، ما كنتش متخيل ان هي تعجبني كده خالص الصراحه. يعني انا كنت داخل عارف انها هخيش بقى، غاليه طبعا مش رخيصه ابدا، بس ساندوتش ممتع حلو قوي. وفعلا بريميوم لان طعم اللحمه فيه واضحه قوي، يعني ساندوتش لحمه واللحمه فيه كميتها حلوه وواضحه في بقك جدا، مش عبله واديله ويقلب، لا متكلف، حلو قوي. عضة اللحمة كمان جميلة بصراحة، يعني أكتر حاجة عجباني في اللحمة دي العضة بتاعتها وطعمها وأنت بتمضغها كده، جامدة جدا جدا. وطعم اللحمه وعضتها هي الكينج بتاع الساندوتش، وهي اكتر حاجه طاغيه في الساندوتش. فانا رايي الشخصي المتواضع ان هم يزودوا المشروم شويه وصوص المشروم شويه، عشان يبقى بس الاثنين عاملين بالانس مع بعض كده، لان هي اللحمه اللي طاغيه جدا. ومش معنى كده ان انا بقول ان هو وحش او ما عجبنيش، لا بالعكس تحفه، بس لو المشروم زاد عن كده شويه الساندوتش هيعمل بالانس اكتر، لان طعم اللحمه قوي قوي وطاغي جدا. انا متكيف ومبسوط الصراحه، جامد قوي. نخش على اللي بعده بقى، برده لحم نعام بس سبايسي ومع لحمه مفرومه، لحمه مفرومه بقري. ده اسمه انجس تشيلي اوستريتش، بيبقى شرايح لحم نعام مع تشيلي بيف مفروم، اللي هو لحمه مفرومه بصوص حامي وصوص فاير حار وشريحه جبنه امريكيه وقطعه زبده وذره حلوه في عيش بالبطاطس. ميكس حاجات كتير قوي مع بعض، فربنا يستر الميكس في الاخر يطلع ظابط، مفيش حاجه تخيش يعني. تحفه تحفه برضه، بس خلي بالكوا قوي بقى لان ريد جود في السبايسي ما بيهزروش. اللحمه المفرومه السبايسي بتاعتهم دي ما بتهزرش، كفره، كميه سبايس رهيبه وقويه جدا. ده طبعا اثر على طعم اللحمه، ما بقتش هي اللي طاغيه زي الساندوتش اللي فات بتاع المشروم. بس لو بتحبوا السبايسي يا جماعه يعني ده حوار. بس اللي طاغي فيه هو اللحمه المفرومه السبايسي، لانه سبايسي كافر زي ما قلت لكم، كافر يعني ما بيهزرش بجد. والتعليقات السخيفه بتاعت بلاش كلمه كافر دي عشان حرام، هو في لحمه مفرومه كافره ولا بتسبح ربنا؟ يعني هل هو بني ادم؟ دي لحمه مفرومه حضرتك، ده صوص حضرتك، يعني ده مش بني ادم انا بكفره. كبروا مخكم شويه وبلاش يعني بلاش رخامه. طعم اللحمه اتفقنا عليها خلاص تحفه، والصوص الحامي مع اللحمه المفرومه مخليها سبايسي مولعه نار. بس لو عايزين تجربوا طعم اللحمه النعام دي ويبقى هو اللي مركز وطاغي، ما انصحش بده، مش علشان وحش، علشان السبايسي فيه رهيب فمش هيبان طعم اللحمه قوي. انما لو بتحبوا السبايسي ومش فارق معاكم قوي يبقى طعم اللحمه طاغي واضح جدا، جامد قوي. خش على اللي بعده. ده ساندوتش بقى اسمه ابسايد داون. يعني ايه يا بيه؟ يعني جايبين الساندوتش، بص كده، جايبين الساندوتش وقلبينه. ودنك منين يا جحا؟ ده بيبقى عيش بالبطاطس مقلوب زي ما انتم شايفين كده، متحمر في الزبده مع شرايح بريسكت وقطعه جبنه ريكفورد ومشروم فريش وصوص مشروم وقطعه زبده في عيش بالبطاطس. نخش على الراس على العقب. مشروم
جبنه الريكفورد واضحه جدا. البريسكت عندهم اخر مره جربته ما كانش يعني مبهر قوي الصراحه. هل مع المكونات الجديده دي وشغل البريميوم هيعمل فرق؟ يا ولاد اللعيبه، البريسكت عندهم اتحسن جدا. عباره عن شرايح لحمه ما فيهاش دهون خالص، لحمه حمراء ومع ذلك طريه ومش ناشفه خالص ومش جافه نهائي، ما فيهاش جفاف خالص، طريه جدا. وصوص المشروم مع الجبنه الريكفورد عاملين اضافات مع اللحمه تحفه. ده تالت ساندوتش، واقدر اقول لكم ان البريميوم منيو الجديد ده اللي هو ريد جود بيقول لك ده خلاصه الخلاصه، ده زبد الزبد، دول كريمه المطعم. حلو قوي قوي قوي. اي نعم كلهم غاليين طبعا، بس هم فعلا متكلفين، يعني الحاجه فعلا متكلفه جدا. تحفه تحفه. العيش طري جدا، قطعه اللحمه عجباني قوي، مع ان انا ككيكو يعني بحب اللحمه اللي فيها دهن اللي بتبقى ملبسه، ما بحبهاش لحمه حمراء، بس مع ذلك اللحمه الحمراء دي تحفه لانها معموله حلوه جدا، مستويه حلوه قوي، طريه جدا، ما فيهاش ريحه الجفاف ولا النشفان. وانتوا عارفين انا ما بقيمش الاكل بناء على اللي انا بحبه وما بحبوش، فهي معموله حلوه قوي. وحتى لو واحد زي حالاتي كده ما بيحبش اللحمه الحمراء هتعجبه قوي قوي. اضافه المشروم معاها تحفه. الجبنه الريكفورد محطوطه بالمسطره، لا هي محدقه الساندوتش ولا لحسه مش حاسس بيها، ساندوتش بجد حلو قوي قوي. نخش على ساندوتش الفراخ بقى، ويبقى فاضل لنا اخر واحد نعام نختم بيه. ده اسمه انجس بريستو دي شكلها عيب على فكره. بيبقى قطع فراخ مشويه مع صوص بيستو وقطع مشروم فريش وشريحه جبنه امريكيه وقطعه زبده في عيش بالبطاطس. وطبعا البيستو ده اللي هو بيستو صوص الريحان. عايز اقول لكم ريحه الريحان خرجت مناخيري، فظيعه، طاغيه في الاوضه، ريحه الريحان في كل حته. فراخ تحفه. ايه يا جماعه ده؟ انا رحت ريد جوت وصورت من جوه المطعم وانتقدتهم من جوه المطعم في الحاجات اللي ما عجبتنيش. البصل المقلي مع الفراخ مش ماشي قوي، كان حلو قوي مع البرجر اللحمه، مع الفراخ ميكسين غريبين مش لاقيين على بعض. البصل المقلي ده قريب قوي من بصل التقليه بتاعت الكشري كده، قريب قوي منه في الطعم في الحرشنه، مع الفراخ مش ماشي. ده غريب قوي بجد بقى، ده كاني باكل لحمه بالتورته، قطع لحمه بريسكت مع تورته بالكريز، فلا غريب قوي قوي قوي. لا مش ماشي معايا سكه، لا يعني لا. النهارده انا بصور من البيت والحاجه فعلا عجباني قوي والحاجه فعلا تحفه، وقد يبدو ان هو اعلان بس انتوا فاهمين اللي فيها. لو اعلان انا بقول وش ماليش في اللف والدوران. البريميوم منيو وخصوصا الثلاثه اللي فاتوا بالرابع ده عجبني قوي 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 قوي، ومعمولين بجد حلو جدا. ده ساندوتش تحفه. قطع الفراخ اللي مختارينها طريه جدا، متسويه حلوه قوي، الفلفل الاخضر الشرايح ده عامل ميكس حلو جدا، وصوص البيستو مع الفراخ يعني اختراعات براءه اختراع حلوه قوي 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 قوي، لاني في حته تانيه خالص. الميكس كله مع بعضه الصراحه ولا غلطه ولا كلمه، حلوه جدا جدا جدا، عاش، لا عاش بجد. نخش على اخر واحد لحم نعام بقى، وده واخد حاجتين عاملهم مع بعض ميكس اسمه بريسكت اوستريتش، بيبقى لحم بريسكت مع لحم نعام، يعني هنجيب لحمه من البقره على لحمه من النعامه ميكس. ده اسمه انجز بريسكت ان اوستريتش، بيبقى شرايح لحم نعام مع شرايح بريسكت وشريحه جبنه امريكيه وصوص هاني ماسترد وقطعه زبده في عيش بالبطاطس. نخش على ميكس اللحم البقري مع اللحم النعامي او مع لحم النعام. اللي ضرب في بقي هو الهاني ماسترد، اكتر طعم طاغي يعني. شرايح لحم بريسكت مع قطع لحم نعام، ساندوتش مهربت خالص، اللحمه عماله تقع. اثبت كده. طيب ده كساندوتش لحم نعام مش عاجبني قوي، قولوا لي ليه؟ لان هم حاطين قطع البريسكت فيه بكميه محترمه، يعني ادي قطعه اتنين بالطول طبعا، ده غير المقطع هنا اهو، فالبريسكت اصلا شخصيته قويه وطعمه بيبقى طاغي، وصوص الهاني ماسترد كذلك طبعا تحفه صوص الهاني ماسترد، بس طعم لحم النعام مش واضح بقى، يعني بحاول اطلعه ببقي كده مش لقطه. ده الوحيد اللي بالنسبه لي اوت، لان لو عايز لحم نعام مش هطلبه، ولو عايز لحم بريسكت هطلب الابسايد داون، احلى منه في الميكس بكتير. فتعالوا بقى اقول لكم خلاصه، خلاويص اقول لكم بقى الخلاصه. المنيو بتاع لحم النعام الجديد ده عجبني جدا زي ما انتم شفتوا كده، هرتبهم لكم من الاجمد للاقل جمدانا. بصوا احنا النهارده جبنا 5 سندوتشات، 3 لحم نعام وواحد فراخ وواحد بريسكت. نمسك النعام الاول، 2 اللي عجبوني جدا اللي هو بالمشروم والتشيلي اللي هو الحراق، التالت اللي مع البريسكت ده ما عجبنيش قوي لان طعم البريسكت هو اللي طاغي، فكلحم نعام ما كيفنيش قوي. ولو عايزين لحم نعام اجمد واحد فيهم اول واحد جربته اللي هو بالمشروم ده اللي هو انجز فيلي اوستريتش، ده اجمد واحد في منيو النعام الجديد ده، ولازم تجربوه. ساندوتش الابسايد داون بقى اللي هو البريسكت المقلوب ده حلو قوي برده، وقطع المشروم اللي فيه مع صوص المشروم مع جبنه الريكفورد عاملين مع بعض ميكس وحاله كده تحفه. الاخير بقى اللي هو الفراخ تحفه برده، والميكس بتاع البيستو مع شرايح الفلفل الاخضر دي مع الجبنه عاملين ميكس حلو قوي. ودول اجمد 3 سندوتشات جربتهم النهارده وانصحكم جدا تجربوهم. ودي كده خلاصه الخلاصه، بس كده هي دي كانت طلعت الاسبوع ده. لو عجبتكم الطلعه ما تنسوش لايك القمر، ولو مش عاملين سبسكرايب لو سمحتوا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل حاجه منزلها اول باول. لحد الاسبوع الجاي ان شاء الله، في الاسبوع الجاي طلعه جديده، اشوفكم على خير.